اهلا وسهلا بيكم. انا ايمان ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. النهارده هنعمل مع بعض محشي مشكل وبنص فرخه بس. يعني هنوفر مع بعض وهناكل كل اللي احنا عايزينه، ومش هنحرم نفسنا ولا هنحرم اولادنا من اي حاجه ابدا. في نفس الوقت هيبقى على قد ايدينا. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنعمله ازاي ونطلعه بالعظمة دي ازاي، والعظمة لله طبعا. اول حاجة هنجيب حلة ونحط فيها شوية زيت، بس شوية محترمين. حط عليها معلقة سمنة فلاحي تديها طعم وريحة جمال. بعدين هنحط شوية بصل محترمين. ده انا مخزنة بصل، انتي لو مش مخزنة هتخرطي كام بصلة كده محترمة وتشوحيها كويس. بعدين هتحطي فصين توم او معلقه صغيره توم. التوم بيديها ريحه وطعم كويس جدا 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 وهتحبيها. وبعدين هنحط معلقه، انا مخزنه شطه خضراء، هتحطي منها معلقه او تفرمي شطه خضراء وتحطيها فيها وتقلبيها وتشوحيها كويس تاخد لون بسيط. وحطي نص بهاراتك اللي المفروض هتحطيها على المحشي، اللي هو انا بحط فلفل وكمون، كزبره ناشفه، شويه من السبع بهارات، واتبل بيهم البصله زي ما انتي شايفه كده. هتدي للبصلة طعم وريحة جمال. والنص التاني هقولك هنوظفه ازاي دلوقتي. هنحط الصلصة بتاعتنا، انا مخزنة صلصة. لو انت مش مخزنة صلصة هتضربي الطماطم في الخلاط كويس وتقومي جاية حطاها على البصلة وتحطي عليها معلقة سكر واحدة وتحطي الملح بتاعك حسب الرغبة. انا هنا حطيت ملح وحطيت معلقة سكر بس، وهسيبها تتسبك مع بعضها كويس جدا جدا. هنغطي الصلصة ونسيبها بقى لما تتسبك خالص وتبقى بالمنظر ده. هي بتنطر قدامها فوق الوش وتحسي ان هي تقلت قوي كده، تعرفي ان هي اتسبكت. هنجيب دلوقتي الرز بتاعنا نغسله كويس ونصفيه، والخضرة برضو نغسلها ونصفيها ونحطها على الرز. يا سلام بقى لو بشرتي بصلايه وحطيتيها معاها تبقى زي الفل. هتحطي بقى بقية بهاراتك، فلفل اسمر، كمون، كزبرة ناشفة، حبة من سبع بهارات وتتبلي بيهم الخضرة مع الرز كويس وتقلبيهم كويس جدا جدا لحد ما تحسي ان الرز مع الخضرة اتشبعوا بالبهارات كويس جدا زي كده بالظبط. هنفضل نقلب فيها لغايه ما تتشبع كلها بالبهارات. ده بيديها طعم تحفة وبيديها ريحة تقلب البيت كله. بس كده قلبناها كويس شبعناها بالبهارات. هنبتدي نحط الصلصة بتاعتنا. انا بحط كبشة بكبشة عشان لا ازود صلصة قوي ولا نقص قوي. ولو عندي بقية صلصة ما هدرهاش في الرز، لان طبعا لما الرز بيتعان وفيه الصلصة بيبوش وبيبقاش مبيبقاش حلو ابدا. فانا استفاد من الصلصة بتاعته يبقى عندي تخديعة للمحشي، فبعينها في الفريزر لو في زيادة بكمل عليه. هنا هفضل اقلب لغاية حسب الرغبة. يعني عايزة صلصتها تقيلة خفيفة، انا بحب صلصتها تقيلة جدا زي كده. طبعا انا غسلت البتنجان والكوسه والفلفل كويس جدا وصفتهم كويس، وهبتدي احشي في الحل. انا مفروض بحب احط تحت بصل وطماطم وخضره باللي انا مخرطاها، بس انا مش هحط اي حاجه غير زي ما انتوا شايفين كده. انا هحشي المحشي بتاعي وارصصه في قلب الحل. انا هحط البتنجان والكوسه والفلفل كله في حله واحده، كله يتشبع من طعم بعض وياخد ريحة بعض وطعم بعض بيبقى تحفة. انا مش هحط كل حاجة لوحدها زي ما انتوا شايفين كده. وانت بتحشي لا تكبسي المحشي قوي ولا تفضيه قوي، يعني خلي ايدك في الوسط. انا بحب صباع المحشي يبقى وسط زي ما انتوا شايفينه كده، لا صغير قوي قوي ولا كبير قوي قوي. هنا هخلص المحشي بتاعي واحدة واحدة وبعدين هرجع اقول لكم انا هعمل ايه. يا جماعة اللي ما بحبش محشي الفلفل ده فايته كتير. محشي الفلفل ده روعة روعة في حتة تانية. يعني بجد بجد اللي ما بيحبش محشي الفلفل ده فايته كتير. انا بتك على صباع المحشي لانه هو رفيع جدا جدا،
فانا بحب انزل فيه. هنا انا خلصت المحشي بتاعي وهبتدي اعمل الفرخه بتاعتي. انا عاملاها على نص فرخه بس، يعني انا مش عامله كتير، اللي هو مش حارمه بيتي من حاجه، وفي نفس الوقت بحاول اوفر على قد ما اقدر في الايام اللي احنا فيها دي. طبعا انا غسلت فرختي كويس جدا وعملتها حطيتها في منقوع الملح شويه، والحمد لله بقت زي الفل. هحط هنا بقى بصلايه مع ملح وفلفل، وهحط جزرايه، هحط طماطمايه. طبعا عايزه تبهريها باكتر من كده ورق لورا وحبهان بيبقى تحفه، بس انا بصراحه ما كانش عندي ساعتها. وهحط عليها ميه مغليه، خدتها يا دوبك صدمه كده بسيطه، وحطيت عليها ميه مغليه، وهغطيها لغايه ما تستوي واستفاد من شربتها مع المحشي. بس شربتها كانت زي العسل ومنظرها كان جميل. هنا كانت الفراخ بتاعتي خلاص استوت، هطلعها طبعا علشان انا هحمرها واستفاد من الشوربه ديت، والشوربه ديت هسقي بيها المحشي. هنا كنت حطيت كبشه صلصه فوق الوش، انتي ممكن تحطيها في الشوربه وتقلبيها وبعد كده تسقي بيها. وحطيت معلقه سمنه فلاحي كمان. هنا انا بصفي الشوربه لان البصله لو باينه او جوزي شاف بصلايه في وسط الاكل مش هياكل منه. انا كده حطيت المحشي بس ما بتغطوش، قليل شويه. هنا كان لسه ما اتشربش. هنا بقى اول ما يبتدي اللي هو يشكشك ويقرب ينقص شويه كده، هبتدي اوطي عليه واسيبه لغايه ما يستوي. هنا بقى الزبده كلها، والله العظيم كان زي الزبده. بصوا كان بيقع من الشوكه زبده. هتدوقي محشي عمرك ما دقتيه في حياتك، بجد تحفه. جربيه وان شاء الله يعجبك. ولو اول مره تتابعيني وجربتيه وعجبك، ما تنسيش تعيلي دعوه حلوه. ولك بالمثل.